ربنا يقول لكل نفس حاسة بالوحدة: أنا أفتقدك، أنا أزورك. أولادك هاجروا، أولادك سافروا، أنت ملكش حد، أنا الحد بتاعك. أنا أفتقدك، وافتقدك افتقاد فعلي، وافتقاد حقيقي، وافتقاد حرفي. أنت على فراشك طريح، أنا أفتقدك. ممكن الأب الكاهن اللي أنت في رعيته، أو الخدام اللي أنت مسؤول منهم، يقصروا معاك في الافتقاد. تقول أديلي 3-4 شهور ما حدش خبط عليا، ما فيش حد جاي ناولني. لا، هو يجيلك، هو يجيلك ويجيلي ويطبطب عليك ويطبطب عليا، يقول أنا هو الراعي الصالح الحقيقي. افتقد هذه المرأة وقال لها: لا تبكي. دموعك ودموعك اللي مغرق المخدة بتاعتك، مغرق فراشك، وتقول مع داود: إني بللت فراشي بدموع، أنا شايف هذه الدموع وهاجي أمسح كل دمعة من العيون، وهاجي أفتقدك، وهاجي أفتقدك، وبإيديا دي أمسح دموعك وطبطب عليك واخدك في حضني. ما تخافش، ما تبكيش. بدل ما تبكي وتبكي، بص عليا، بص عليا جواك، أنا بفتقدك. أنا روحي جواك بيكلمك، روحي جواك بيكلمك، يقولك: لا تخف لأني معك. أنا دعوتك باسمك، أنت لي. لذلك لا يجب أن يشعر إنسان فينا أبدا إنه وحيد، أو إنه متروك، أو إنه مهمل، أو يخاف من الأيام. يخاف من الأيام، يقول لك: أنا مش عارف الأيام هيحصل فيها إيه، مش عارف.